أعزائنا المشاهدين، حنا تنتواجدوا بمدينة القنيطرة بالحدادة. هاد السيد هذا جينا عندو بعد ما طلب منا نساندوه. قبل واحد الإشكالية، كاين واحد الأرض كتواجد بدوار تهدانا جماعة الشوارع. هاد السيد هذا ملي كيطعن في واحد العقد ديال التزواج. نخليوه يشرح لكم هو. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المشاهدين والمتابعين ديال القناة الفضيلة اللي توجه الأخ عزيز البيت عندنا باش نحكيو الحقيقة للرأي العام ونوضحوا الإشكالية الحاصلة في أراضي الجماعات السلالية أو الأراضي التي كانت في إطار البرنامج الإصلاح الزراعي. وهذا الإصلاح الزراعي كان فوق أراضي بعض التعاونيات ديال الإصلاح الزراعي التي وزعت سنة 1980، وهذا المحضر ديالها عندنا يعود بتاريخ 10/10/1980 بقرية بن عودة. وكان من ضمن المستفيدين هي الوثيقة الإخوان. هذه القرعة ديال الناس ديال ذوي الحقوق الجماعة السلالية تهدنا سنة 1980 بتاريخ 10/10/1980 منحت الدولة يعني أراضي مساحتها 5 هكتارات تقوي في إطار يعني تطوير الفلاحة للناس اللي ما كيملكوش أراضي في الجماعة ديالهم. فالأراضي ديال الجماعة السلالية تهدانا ماشي خاتقلا، يعني كما كتسمى كنسميوها حنا بأرض الرمل. هاد أرض الرمل توزعت 131 قطعة، وفي اللائحة ديال القرعة كنوجدوا القوري محمد بن حمد في الرقم 122، هذا في الرقم ديال القرعة. لكن في الجريدة الرسمية المعلنة سنة 2009 العدد ديالها 5727 كنوجدوا في الخانة 85 ورثة القوري محمد بن حمد المستفيد الأصلي من القطاع السكني. هذا الأمر كامل الإخوان كيبقى على جهة، وكننتجوا لواحد العقد اتفاق بعد الوفاة ديال جدنا المستفيد الأصلي من القطعة 85 في إطار برنامج الإصلاح الزراعي، واللي عطى الانطلاقة ديالو المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. هنا كنوجدوا عقد اتفاق الإخوان. هذا هو سبب الإشكالية، مع أن هذا عقد الاتفاق غير مسجل وبدون رقم في سجلات الجماعة الترابية سيدي بكر الحاج في محضر المفوض القضائي، يعني خرج عن طريق المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، في محضر يعني الضابطة القضائية للمركز القضائي للدرك الملكي مولاي بوسلام، في محضر للمركز القضائي للدرك الملكي. أيضا توجهت مع هاد العناصر ديال الشرطة القضائية إلى مركز القيادة سيدي بكر الحاج، وهاد الناس الضابطة القضائية الشرطة القضائية دارت البحث ديالها مع الموظف ديال قسم تصحيح الإمضاءات، فلم يجدوا هذا العقد ضمن سجلات الجماعة لسنة 1986 بتاريخ 26/11/1984. فهذا التاريخ لا يوجد في سجلات، أو هذا العقد لا يوجد في سجلات، ما مسجلش. وعندنا ما يثبت، عندنا محاضر ديال الضابطة القضائية وديال المركز القضائي للأبحاث القضائية يعني لا بي جي، وعندنا محضر ديال المفوض القضائي، مع العلم أن هاد الوثيقة هذه غير قانونية مبدئيا، ما مسجلاش. ثانيا اخي الكريم والساده المشاهدين والراي العام والساده المسؤولين بجهه الرباط سنه القنيطره، وخاصه اتكلم عن مدينه القنيطره، وخاصه اوجه هذا النداء الى السيد عامل صاحب الجلاله، والى السيد رئيس الشؤون القرويه بنفس العماله، والى الساده ممثلين السلطه من السيد رئيس الدائره ديال لاله ميمونه، والى السيد قائد قياده الشوافع. هذا الرجل الذي بكل صراحه لما كنتوجهوا لعنده فالامور كتكون يعني اشكاليه بيننا وبين السيد النائب، لان في سنه 1995 جاءت دوريه وزاريه مشتركه بين السيد وزير الداخليه ووزير الفلاحه من اجل يعني رفع اليد عن او رفع الاصلاح الزراعي التعاونيات ديالو والشركات ديالو من فوق اراضي الجماعات السلاليه. فهنا هذه الاراضي لم تعد موجوده، او كما كيطلق عليها مصطلح اراضي الاصلاح الزراعي، فاصبحت
أراضي الجماعة السلالية الدامة. فهذا العقد هذا كيتكلم على أراضي ديال الإصلاح الزراعي وعلى واحد التعاونية يعني أقصيت بالقانون. يعني هذا البرنامج ديال الإصلاح الزراعي ما بقاش في أراضي الجماعات السلالية ولا زال على أراضي ديال الدولة بما كتعرف أراضي المخزن، الأراضي المخزنية. حنا عندنا أراضي ملك، وهذا الملك ديال الجماعة ديالنا فهو مرقم. الجماعة السلالية الدانة يعني الرسم العقاري عدد 15046. هذا هو الرسم العقاري للأراضي الوعاء العقاري للجماعة السلالية الدانة. فالإخوان هذا مقرر من السيد النائب عبد السلام الصباري. هذا الشخص اللي سبق له عطانا واحد انا ما كنعتبروش يعني مقرر نيابي اكثر ما هو هذا النائب هذا ليست له درايه بالقوانين. وحنا الاشكاليه ديالنا ماشي مع الجهات المركزيه او مع اداره ومؤسسات الدوله، اكثر ما هو المشكل حاصل بيننا وبين السيد نائب الجماعه. اولا حنا كنطعنوا في هذه الهيئه النيابيه اللي كيمثلها السيد عبد السلام الصباري اللي هو النائب ديال الجماعه ديالنا. فهنا الاخوان كتشاهدوا بانه عطاني او ماشي انا حصلت عليه توصلت به، هذا مقرر نيابي يعني لا يوجد فيه اي بند من القانون 62/17 او من القانون 64/17 او من المرسوم التطبيقي اللي مع وبناء على المرسوم 2/19/973. يعني ما كاينش الظهير الشريف اللي كيأطر هاد الاراضي السلاليه اللي هو الظهير الشريف 1/19/115. فالاخوان هذا السيد النائب ليست له درايه باي قانون من القوانين الجاري بها العمل في اراضي الجماعات السلاليه. فكيف يعقل الساده المسؤولين عن القطاع ان نائب امي، وعندي ما يثبت بانه امي لانه في محضر للضابطه القضائيه يشهد على نفسه بانه امي، ومستعد انني ندلي بهذه الوثائق الى جميع الجهات التي يمكن ان تكون حل او ضمن الحلول اللي كنطرحوها كمغاربه. فالمقرر النيابي اللي قمنا بالطعن ديالو جانا جواب ثاني من السيد النائب بتاريخ 9 ماي 2023 تحت عدد 1 بتاريخ 9 ماي 2023. هذا المقرر النيابي الاخير لازال السيد النائب كيقول بان هاد الناس اللي كيستغلوا الارض اللي هما ورثه حمد القوري، الزوجه ديالو مننا البرجي والابن ديالو انور القوري، على كيرتكزوا دائما على محضر للجنه الاقليميه. الاخوان المحضر ديال اللجنه الاقليميه كيقول بان دابا هادو اللي كيستغلوا الارض واش عمك ولا ولاد عمك؟ ولاد عمي. ولاد عمك. ولاد عمي. هذا محضر اللجنه ديال العماله، ولكن قبل منه كان واحد المحضر باش ما نحرقوش المراحل. غنمشيو للمحضر ديال اللجنه المحليه اجتماع. ها هو الاخوان، هذا الاجتماع كان بتاريخ 20 نوفمبر 1984. ها هو الاخوان، هذه هي الوثيقه ديال اللجنه الاقليميه للاصلاح الزراعي. اذا كنجيو للتاريخ ديال اللجنه الاقليميه للاصلاح الزراعي كتعطينا بتاريخ يعني سنه 1986 مارس، يعني نهار 21 مارس كتقول هذه اللجنه بان منحت القطاع الى الاخ الاكبر. لكن في 1986 منحت القطاع الى القوري احمد الاخ الاكبر للورثه. فلماذا لم يكن اسم مدرج ديال احمد القوري ضمن الجريده الرسميه؟ فكيف ما كنعرفوا كيف ما كيعرفوا الاخوه المناضلين ولا الاخوه المغاربه على ان الجهات الوصيه او وزاره الداخليه هي الوصيه على اراضي الجماعات السلاليه. فاحنا كنرتكزوا على الجريده الرسميه الخانه 85
ورثة القوري محمد بن حمد. لكن هاد الورثة هادو ماشي هما اللي كيستغلوا الأرض، كيستغلها ابن أحد الورثة بعد وفاة العم ديالنا. فهنا لما كنتوجهوا للسيد النائب كنطلبوا منه، قدمنا ليه عدد كبير من الطعون، عدد كبير من التعرضات، لكن هذا السيد النائب دائما يتماطل. واللي ذكر السيد النائب، لانني انا دائما كنطعن في هذه الهيئه النيابيه ديال الجماعه السلاليه الدانا. اولا هذا السيد هذا عنده حكم قضائي سنه 1998. الاخوان، هذا الشخص هذا غادي نبين للمشاهدين. هذا الاخوان محضر، يعني حكم قضائي ضد المسمى عبد السلام الصباري، هذا النائب اللي لا زال الى يومنا هذا حاليا قضى يعني 5 أشهر نافذه. وبعد خروجه من السجن عاد الى منصب نيابه الجماعه تحت اي قانون، تحت اي مسطره. بغينا نعرفوا هذا الشخص هذا من اعطاه التزكيه، ومتى كان تاريخ يعني انتخابه من جديد، والقانون ينفي هذا، لان هذا الشخص عنده حكم ثابت في حقه وهو السرقه وانتزاع عقار. فهنا كنقولوا بان السيد نائب حسب القانون لم يعد نائب. اذا هذا السيد نائب من عينه؟ إلا عنده شي لافيف عدلي يقدموا لينا. علاش هذا السيد النائب من 98 بعد يعني خروجه ديالو من السجن وعاود رجع للجماعه، رجع كيمثل الجماعه وهو الممثل القانوني، كنلقاو لازال كيشتغل بالوكاله اللي كانت عنده في 94، في اواخر سنه 1993 بتاريخ 24/12/1993. الجماعه دارت له وكاله على انه يمثل الجماعه، لكن في 98 تم السجن ديال هذا الشخص هذا. اذا سقطت عليه النيابه وسقط مفعول تلك الوثيقه يعني اللي هي الوكاله. كيف السيد غيخرج وغيشتغل بنفس الوكاله من 98 الى غايه اواخر سنه 2022؟ لانني عندي ما يثبت هذا الشخص هذا لا يتوفر على الختم الاداري بصفته ممثل قانوني لجماعه سلاليه، وحين في 2006 بطريق وهو غير نائب. يعني هذا السيد حسب القانون ليس نائب، وحسب وزاره الداخليه ليس نائب، لانه مسجون سجين سابق. هذا الشخص هذا حي اللائحه في 2006 ضم فيها عدد كبير من الناس دخلاء على الجماعه السلاليه. كنلقاو حيف معاه نحن يعني نزاعات ما كيقدرش يفضها او يتدخل. هذا الشخص كاري اراضي ديال الجماعه بعقود عرفيه بدون يعني الوصي على القطاع اللي هي وزاره الداخليه. الاموال ديال الجماعه السلاليه من كيستغلها؟ لاني دائما اقول انا اطعن في الهيئه النيابيه للجماعه السلاليه الدانا وفي شخص السيد عبد السلام الصباري، وقدمت شكايه الى السيد العام، وقدمنا شكايه الى مديريه الشؤون القرويه فيها. لكن هناك تدخلات يعني ناس عندهم نفوذ في المنطقه، وناس يعني عندهم زمام على الامور داخل الجماعه الترابيه الشوافع. فالاخوان، هذا الطعن اللي جانا فيه تيعترف فيه السيد النائب على انه الجريده الرسميه فهي باسم ورثه القوري محمد بن حمد، لكن من يستغل الارض هم ورثه حمد بن محمد، يعني ابناء العم ديالي تحت اي سند. هم ورثه، احنا ما نكرهمش، لكن اين استغلال باقي الورثه؟ اذا هذا السيد النائب كان كيعطي شواهد اداريه للزوجه ديال العم ديالي، وهي ليست وارثه بل هي زوجة الوارث، هي منانه بنت حمد بن طاهر، والقطعه ديال ورثه القوري محمد بن حمد. اذا كيفاش هاد السيده هذه خدات شهاده اداريه سنه 2000 بتاريخ 27 يونيو
شهاده اداريه من السيد النائب ومختومه من طرف السيد الشيخ بوسلهام النعامه مشيخه قلال الجنوبيه. اذا الاخوان حنا بغينا نعرفوا ونشوفوا واش هل المغاربه يعيشون في دوله الحق والقانون؟ هل وزاره الداخليه لها علم بما يروج بالجماعه الترابيه شوافع وبالجماعات السلاليه الموجوده فوق اراضي الجماعه الترابيه شوافع اللي تعد تقريبا بواحد 14 الجماعه؟ لحد الان ما عرفناش الامور. الدوله كتقول لك كاينه مديريه الشؤون القرويه ولا قسم الشؤون القرويه بمدينه القنيطره كيقول لك بان اراضي الاصلاح ديال الاراضي ديال الاراضي الجماعات اللي موجود فيها اراضي ديال السقي الحصص اللي موزعه فيها 5 هكتارات او اكثر، فكانت لجنه مشتركه دوريه مشتركه بين السيد وزير الداخليه ووزير الفلاحه بانهاء جميع التعاونيات الموجوده فوق اراضي الجماعات السلاليه. اذا هنا لم يعد دور لقانون الاصلاح الزراعي على هذه الاراضي. فهنا اخي عزيز لما كنتوجهوا الى الجهات المسؤوله مثل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي القصر الكبير يعني اللوكوس، كيقول لك بان القطعه كيتخلص المال ديالها ما عليهاش الكريدي وراها في اسم ورثه القوري محمد بن حمد في الجريده الرسميه. ولكن كيفاش هاد الناس كياخذوا الاستغلال ابناء العم ديالي بناء على الوثائق اللي كيعطيهم السيد النائب؟ يعني السيد النائب هو الممثل القانوني للجماعه السلاليه. فهنا كنوجهوا نداء الى السيد العامل، كنوجهوا نداء الى السيد رئيس الدائره ديال لاله ميمونه مشكور من هذا المنبر، كنوجهوا النداء الى السيد ممثل السلطه لقياده الشوافع وكنشكروه على العمل الجبار وعلى الجديه ديالو في العمل الاداري وعلى الامور المستجده في طريقه العمل وفي اتخاذ القرارات القانونيه والاداريه. فهنا كنقول له تنحييو هذا السيد القائد، ومن هنا كنوجه شكر للسيد القائد على المعامله الطيبه التي نحصل عليها في هذه المؤسسه. لكن قبل ذلك كانت عندنا واحد المشاحنات، ولكن دائما في اطار القانون، في اطار طلب المصلحه. يعني انا كنقلب على الارث ديالي ومن حقي كوريث، ودائما متشبت بالجريده الرسميه، كما اننا متشبتون باعيان الجماعه الذين قدموا لنا توقيعات ويشهدون بان القطعه فهي لورثه القوري محمد بن حمد. فانتم الاخوان هادو اعضاء الجماعه، يعني اعيان الجماعه من الناس اللي استافدوا سنه 1980، الناس اللي مستفيدين الاصليين اللي لازالوا على قيد الحياه. اذا الجماعه كتقول الارض ديال الورثه، السلطه المحليه او وزاره الداخليه كتتكلم على الجريده الرسميه على ان العمل لا يكون الا تحت الجريده الرسميه. الجريده الرسميه الاخوان هي والعدد ديالها 5727 لسنه 2009 مصادق عليها من سيد وزير الداخليه بقرار رقم 575/09 لسنه 2009. هذا هو الرقم القرار الوزاري لسيد وزير الداخليه من اجل اللائحه ديال الجماعه السلاليه تدانا، يعني بالمصادقه عليها في الجريده الرسميه. اخوان فاحنا في اطار القانون وكنتكلموا دائما على اننا كنناضلوا من اجل حقوقنا ومن اجل حقوق جميع المستضعفين اللي عندهم نفس الاشكاليه ونفس المشاكل. فلهذا الاخوان دائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك، ونقول باننا نحن متشبتون بقوه الحجه والدليل والقانون. نحن في مواجهه مع عدد كبير من المتدخلين في هذا الملف، لان كيف ما قال السيد القائد بان من اصعب الملفات ومن اقدم الملفات ديال الورثه، ديال النزاعات بين الورثه، فهي ملف ورثه القوري محمد بن حمد. والى غايه الساعه ننتظر الرد النهائي للسيد نائب الممثل القانوني للجماعه
وكنحذف النائب، لانني انا كنطعن في هذه الهيئه النيابيه وفي المصداقيه ديالها وفي القانونيه ديالها وفي الاهليه ديالها، لاننا حنا كنتبعوا القانون ولا نريد شيئا سوى تطبيق القانون وتطبيق المسطره الاداريه واعطاء لذي كل حق حقه. انا ما نكرتش ولاد عمي، ولكن ولاد عمي بغاو الكورونا، فاحنا كنقولوا نحن دائما نعيش في دوله الحق والقانون، وسنظل دائما نطالب بحقوقنا ونطالب بما يخصنا بأرضنا وقبيلتنا. الجماعة السلالية تدانا، قيادة شوافع دائرة لالا ميمونة، عمالة القنيطرة، جهة الرباط سنة القنيطرة، إلى هنا الإخوان. شحال من عام دابا سي القوري وانت كطالب بالحق ديالك؟ شحال من عام؟ لأزيد تقريبا هذه من 87، يعني في هذا العقد هذا الدار وحنا كنعيشوا فوق هذا الارض. فلما الاب ديالي كان يعني كيقولوا هذه الاراضي غير قابله للقسم، والعم ديالي بغى يشد ديك الارض بوحدو، فزور هذا العقد هذا وجات السلطات اعتقلت الاب ديالي، قالت له بحكم انك انت راه درتي عقد مع خوك ديال الاتفاق بان خوك هو اللي غيفلح، ولكن راه غيبقى يعطيك واحد المقابل ديال 2500 درهم كل 6 اشهر، يعني 5000 درهم سنويا، ولكن غيقسمها لك كل 6 شهور تاخذ 5. ولكن هذا العقد ما كاينش، الاب ديالي ما وقعش على هذا العقد، هذا العقد غير موجود، هذا من اصطناع يعني من صنع طعنت فيه. وبحكم ان العم توفى والسيد اللي سابق على الوثيقه توفى، فكيبقى الا السيد الرئيس. فالسيد الرئيس في المحضر كيقول يعني انا عندي ما يثبت، هذا راه محضر ديال الضبيطه القضائيه. فهنا ممثل رئاسه النيابه العامه في شخص السيد نائب وكيل جلاله الملك، بحكم التقادم الملف وحيل الى الحفظ. لكن ملي مشيت كنسول على هذا العقد، فقالوا لي بان هذا العقد هذا ما كيتكلمش دابا حاليا على هذيك الارض، لان هذيك الارض ديال الجماعه ماشي ديال الدوله، باش ان الدوله غتمنح من واحد لواحد، هذيك ديال الجماعه. المستفيد الاصلي اللي في الجريده الرسميه ما يمكنش شي واحد يحيده قانونيا. ورثة القوري ذوي حقوق الجماعه السلاليه، فالجريده خير داير الجريده الرسميه هي الدليل. حنا كنتشبتوا بقوه القانون، ولكن السيد النائب عوض ما يتشبت بالجريده الرسميه وبالقانون كيتشبت بمحضر ديال اللجنه الاقليميه الاخوان، وهو هذا المحضر بتاريخ 23 مارس 1986 تدعي بان اللجنه الاقليميه تحت اشراف السيد العامل انذاك بمنح القطعه الفلاحيه 85 الى الاخ الاكبر احمد القوري. لكن لو كان هذا الشخص عنده المنح فلماذا لم يعني يسجل الاسم ديالو بالجريده الرسميه؟ هذا هو السؤال. اذا المنح كان في 86 والجريده الرسميه سنه 2009، اذا راه ما القطعه ماشي ديالو. فلهذا كنتمناو على ان المسؤولين على وزاره الفلاحه بالاقليم ديال القنيطره والمسؤولين خاصه في قسم الشؤون القرويه على يعني اتخاذ القرار، لان كاين تدخلات. وانا كنقول لانني لقيت تعرضات ولقيت فهمتيني بعض التوصيات على محمد القوري داخل يعني امام الابواب ديال العمالات القنيطره. ففي احد الايام بغيت ندخل نشوف السيد العامل، فقالوا لي بانك انت محمد القوري ممنوع انك تولج داخل العماله. فهنا عرفت بان كاين ناس يعني في الاقليم ديال الشوابع عندهم توصيات، دايرين توصيات على محمد القوري انه ما يدخلش يقابل السيد العامل، ولكن تحت الاصرار ديالنا يعني اصرينا ولحين على اننا نشوفوا السيد العامل. فكيف ما كنقولوا خدت واحد النضال امام مع الموظفين ومع بعض اعوان السلطه. فدخل احد الموظفين قال اين المشكل؟ فقلت ليه شنو عندي، شنو الناس منعوني. فالناس نكروا بين يعني في لحظه قالوا لي لا حنا ما بغيناش اللي ما يدخلش، اللي يدخل شكون اللي يدخل ما يدخلش. وهاد الناس قالوا لي بان كاين واحد مسؤول في العماله المشرف عن الامور اللي كتكون في البوابه، هي هذا الشخص ما يدخلش العماله. وهذا الشيء مسجل في الكاميرات اللي هي امام. فانا في يعني حسب الدستور المغربي وحسب القانون المغربي
انا كنوجه مؤسسه عموميه وهي مؤسسه ديال الدوله، فهي اللي يكون من حق كل مغربي. فهذا الشيء اللي ما كيعرفوش بعض الناس اللي ما عارفينش شنو هو القانون المغربي وما دارسينش وما قارينش بعض الفقرات في الدستور المغربي، لان المواطن المغربي يجب ان يعرف ما له وما عليه في وطننا الحبيب. فلهذا اخي عزيز كنقول انا كنوجه النداء دائما الى المسؤولين يعني بالاقليم ديال مدينه قنيطره. المنطقه ديال الشوافع لاله ميمونه، المنطقه ديال مولاي بوسلام، فهي منطقه مهمشه اداريا بكل صراحه، مهمشه اداريا، وكنتمنوا على ان السلطات اللي في يدها الامور ان توجه يعني لهذه الجماعات الموجوده باقليم القنيطره والاستفسار عن حاله المواطنين في الادارات والمؤسسات ديال الدوله. فنحن الحمد لله نعيش في دوله الحق والقانون وتحت الرعايه والمولويه لصاحب الجلاله القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه. فالحمد لله دائما نقول عاش الملك، وحنا ابناء الملك، ومن غير الملك ما كنعرفوا حتى شي واحد. حنا شكر للساده المسؤولين خدام صاحب الجلاله والحريصين على ارض على الامن والامان ديال ارض الوطن وعلى ارزاق المواطنين في بلدهم. فهذا كنوجه شكر لكل شرفاء الوطن، وكنوجه عتاب لكل شخص لا يقوم بمهامه في هذا الوطن. بكل صراحه اخي الكريم، الشعب المغربي الان اصبح ناضجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اصبح يعرف ما له وما عليه. هناك بعض الفئات اللي كتاخذ المصلحه العامه على انها فريسه، على انها واحد الكعكه غادي يقتسموها. فكنقول لهم بان الشعب المغربي الان اصبح شعب ذكي، وبحكم يعني ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصه المواطن المغربي قبل هذه الفتره اللي تقريبا واحد 6 اشهر او 7 اشهر كان جل الشباب المغربي او المشاهد المغربي اللي كيتبع السوشيال ميديا كانت الامور ديالهم كتمشي بالتفاهات، يعني الانسان كان كيبارطاجي التفاهات. فالان اصبحنا كنشوفوا يعني مواطنين كيعيشوا في العالم القروي متابعين المجال السياسي والامور والمستجدات في اطار تفعيل المحاسبه، يعني ربط المسؤوليه بالمحاسبه. فعلى غرار المسؤولين من الفاشلين الذين الان هم قيد التحقيق لدى السلطات المغربيه ولدى مجلس الاعلى للحسابات، فكنتمناو على ان المسؤولين يتوجهوا للجماعه الترابيه شوافع ويعرفوا الخروقات من خلال بعض التصريحات اللي صرح بها السيد النائب الاول السيد سعيد بن الحديد على يعني بعض الخروقات الحاصله في الجماعه وبعض نهب الاموال ديال الجماعه، يعني المال العام، والجماعه في امس الحاجه لكل درهم. فهنا كنقولوا بان يجب النظر من طرف السيد وزير الداخليه ومن طرف الساده المسؤولين والسيد عامل صاحب الجلاله بنظره يعني نظره رحمه يعني ويطمئنوا الساكنه ديال الشوافع ولا اللميمونه واقليم مولاي بوسلام على ان الدوله المغربيه حاضره والدوله المغربيه واقفه ورجال الدوله خدامين، ودائما الدوله في خدمه، يعني رجال الدوله في خدمه الوطن والمواطن. فهنا كنوجه شكر لكل الساده المسؤولين اللي وقفوا معايا وساندوني في هذه الاشكاليه هذه، اللي هو يعني نزاع طويل جدا خاض هذا النظام الاب ديالي طيله تقريبا واحد 26 سنه ولا 25 سنه، والان انا 6 سنوات وكان يعني لازلت كنخوض نضال. ولكن كنبشر الاصدقاء والاخوه والمتابعين ديال محمد القوري وديال خاصه ورثه القوري محمد بان الامور فيها يعني كاين هناك مستجدات، وكاين هناك الحمد لله بان القانون خدا مجرى ياخذ المجرى ديالو وفي المسار الصحيح. فلهذا كنقولوا تحيه دائما الى الاعلاميين الشرفاء اللي ساندوني، تحيه الى كل المواطنين يعني داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن من ابناء الجماعه السلاليه الدانه ومن ابناء يعني ابناء المنطقه. فلهذا نقول لكم يعني في الاخير غادي نقول كنوجه ندائي الاول والاخير الى السد العالي بالله بان ينظر نظره رحمه او شفقه الى ابناء شعبه ورعاياه باقليم مولاي بوسلام وخاصه بالجماعه الترابيه الشوافع. والسلام عليكم ورحمه الله.